النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذلك الجمعية المغربية المتقشرة للدفاع عن الحقوق والحريات، بتنسيق من طبيعة الحال مع الكونفدرالية المغربية لنشر الصحف الإعلام الإلكتروني. هذا اللقاء اللي هو منظم بمنتجع مزقان الجديدة كان لقاء ناجحا بكل المقاييس، وحضور ووجود وتواجد ثلة من الأساتذة اللي يقدموا مجموعة من العروض، من بينهم عرض اللي يتناول القضيه الوطنيه والدفاع عن القضيه الوطنيه من خلال دور الاعلام وكذلك الصحافه، ونصر وترسيخ القضيه الوطنيه في خلال الاجيال القادمه. فكذلك هذا موضوع تناوله الاستاذ عبد الوافي الحراق اللي هو رئيس الكونفدراليه المغربيه لنشر الاعلام الالكتروني، وكذلك موضوع اخر اللي تم العرض ديالو وتناوله الاستاذ الحطابي رئيس النقابه الوطنيه للاعلام والصحافه، اللي كان موضوع متميز اللي هو اي دور للاعلام في القضيه الوطنيه وكذلك القضايا التي تهم القطاع الاعلام، وخاصه تناول من خلاله مشروع قانون المجلس، قانون المتعلق المجلس الوطني للصحافه، وكذلك تناول من خلاله مجموعة من النقاط من بينها بالإضافة إلى الإكراهات التي يعيشها قطاع الإعلام، وكذلك الدعم العمومي اللي كتستافد منه جرائد ورقية مقارنة مع الجرائد الإلكترونية، اللي كتعرف الجرائد الإلكترونية الآن واحد النشاط كبير، كذلك يعني عندها مكانة الآن من خلال المباشر ومن خلال كذلك الدور ديالها داخل المجتمع المغربي. فكان هذا اللقاء حضروا ليه ثلة من الأساتذة وكذلك باحثين متخصصين وكذلك صحفيين مراسلين وبالإضافة إلى حقوقيين. شكرا لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذا اللقاء. تحية لكم جميعا وشكرا.